يوم السبت مصر هتكون محور حديث العالم كمهد للحضارة وفجر للتاريخ، بافتتاح المتحف المصري الكبير بتجميع كنوز مصر القديمة في متحف بيضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة. دي رسالة للي يتكلم على مصر أو يجيب سيرة مصر بحاجة مش حلوة، رسالة لتركي الشيخ اللي فاكر نفسه بيعرف يتكلم، اللي فاكر إن الفلوس ممكن توصله اللي هو عايزه. عايز أقول لك حاجة من حد يعتبر في سنك، أنا قريب من سنك شوية. ساعات الفلوس بتكون نقمة وساعات بتكون نعمة، وانتوا الفلوس معاكوا نقمة مش نعمة خالص، لأن اللي زيكوا لما مسك الفلوس كان فاكرها ممكن تخليه في حتة تاني، لكن عمرك ما هتعرف تشتري علماء، مش هتعرف تشتري دكاترة، مش هتعرف تشتري مهندسين، مش هتعرف ولا أي دولة في العالم، حتى أمريكا ذات نفسها هتعرف تبقى مصر مهد الحضارة. مصر جاءت ثم جاء التاريخ. فلوسك وشولات الرز اللي عندك دي ملهاش أي قيمة، حتى دولتك دي تكرم عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي حد عايز يبقى محبوب والدنيا كلها بتحبه يجي على مصر. اوعى تنسى اللباس المقطع اللي كنت بتلبسه يا تركي.